لو انت اول مرة بتسمعني على اليوتيوب او على فيسبوك، ياريت تعمل اشتراك في القناة او تعمل متابعة على بيجي الفيسبوك. ولو انت بقى من المتابعين القدام فياريت تعمل لايك. انا احمد صقر، يلا بينا نكمل القصة. أنا الدكتور أمجد علي، عندي 33 سنة، شغال في مستشفى حكومة في وسط البلد، وللأسف شغال في قسم الاستقبال. مر عليا حوادث كتير قوي في المستشفى اللي أنا فيها، بس ما مرش عليا حادثة بغرابة الحادثة اللي هحكي لكم عليها النهاردة. في يوم كنت قاعد في الأوضة الخاصة بالدكاترة، وساعتها جرس الإنذار ضرب، وده معناه إن في حالة خطيرة أو حادثة خطيرة داخلة المستشفى دلوقتي. قمنا كلنا واحنا بنجري علشان نستقبل الحالة اللي جاية. كنا ساعتها متوقعين إنها أكتر من حالة، ولكن للأسف كانت حالة واحدة بس. الحالة دي كانت لشاب صغير، لكن كانت حالته صعبة قوي. الشاب ده كان بينزف بشكل هستيري، وكان واضح من الجروح اللي فيه إنها جروح بآلة حادة في كل جسمه، لكن الجروح الكبيرة اللي كانت واضحة هو جرح عميق في نص صدره وجرح تاني في بطنه. الشاب الصغير ده وهو بينزف ما كانش بيقول أي حاجة غير كلمة واحدة بس: التليفون، بصوا على التليفون. ساعتها كنت بطمنه وانا بجري بيه وهو على الترول، بقوله ما تقلقش، كل حاجتك موجودة، وما تقلقش حاجتك كلها هنسيبها لك في الأمانات. لقيته شاور لي علشان أقرب منه، وقال لي انت لازم تسمع اللي على التليفون. وساعتها دخل في كوما. الشاب ده احنا ملحقناهوش، لانه للأسف اتوفى قبل ما ندخل بيه اوضه العمليات. معرفش ايه اللي خلاني ساعتها امد ايدي في جيبه واطلع التليفون بتاعه. بدأت افتش في التليفون علشان اشوف اي حاجة هو كان يقصدها، حد من اهله مثلا، او هو كان كاتب رسالة لحد، او مسجل حاجة. وفعلا اللي توقعته لقيته. الشاب كان مسجل ريكورد، والريكورد ده هو أغرب حاجة ممكن تسمعها في حياتك. أول ما فتحت الريكورد كان كالتالي: لو بتسمعني دلوقتي يبقى أنا دلوقتي ميت. عموما نبدأ الحكاية من أولها. أنا متعود كل خميس أروح مقابر العيلة علشان أقرأ الفاتحة على روح أمي وأبويا، عادة كنت دايما بعملها من سنين. من فترة صغيرة ظهر في مقابر المنطقة حد مجذوب. طبعا أكيد كلنا عارفين يعني إيه مجذوب. كنت بشوفه بيلف في المقابر وعلى لسانه كلمة واحدة: ابعدي عني يا عفريتة. كنت ببص عليه لما كان بيجي ناحية قبر أمي وأبويا، ولاقي في إيده إزازة ماسكها، بيفضي منها شوية على إيده ويمسح عينيه ووشه. كان بيفضل يعمل الحركة دي وهو بيقول: ابعدي عني، ابعدي عني، أنا مش طايقك. راجل مسكين. الأطفال كانوا بيضايقوه دايما، حتى الأهالي لما كان المجذوب ده بيقرب ناحيتهم كانوا بيشتموه ويعنفوه جدا. عندي يقين إن الراجل ده وراه حكاية كبيرة، لأن مفيش حد بيتولد مجنون. المجنون ده مؤكد كان في يوم من الأيام إنسان طبيعي زي وزيك، بس في شيء كارثي تعرض له، وكان هو ده السبب في إنه يبقى مجذوب. في يوم كنت قاعد جنب قبر أمي وأبويا وبقرأ لهم الفاتحة وبدعي لهم. جا المجذوب ده ووقف ناحية قبر أمي وأبويا وسكت. لكن لفت نظري حاجة غريبة قوي كان بيعملها. كان بيجي ناحية باب القبر ويفضل يخبط كام خبطة بإيده، ويحط ودنه على الباب كأنه بيسمع حاجة جوه. عمل كده كذا مرة، وبعدها بطل اللي بيعمله وجاي يقعد جنبي. بصلي شوية وقال لي: هي كانت هنا. قلت له: مين هي اللي كانت هنا؟ لقيت الإزازة اللي في إيده فتحها وقرب إيده ناحية إيدي ومسكها، رش شوية من الإزازة على إيده، ولقيته بيقول لي: امسح إيدك كويس علشان العفريتة ما تجيلكش زيي. عملت زي ما قال، مسحت إيدي ووشي. في لحظة لقيته اتنفض من مكانه
ووطى على الأرض وكبش بإيده الاتنين رملة وفضل يحدفها في الهوا. كل مكان كان بيحدف فيه التراب، وكان بيقول ابعدي بقى، ابعدي من هنا، كفاية. كان بيعلي صوته بعصبية شديدة وهو بيحدف التراب في كل مكان، وكمان كان بينطق بالكلام ده باستمرار، كل اللي بيقوله انها تبعد عنه. كان عندي فضول شديد اني اعرف حكاية الراجل ده. بعد ما هدى شوية قلت له مين اللي انت بتقولها تبعد؟ لقيته بيرد وبيقول لي فاطمة، عفريتة فاطمة. قلت له فاطمة مين؟ لقيته تنح شوية وعيط بعدها بحرقة، وقال لي في وسط عياطه غصب عني، ما كنتش المفروض اعمل كده، بس اعمل ايه؟ هي اللي مشيت وسابتني. ساعتها طبطبت عليه لانه صعب عليا جدا. ناديت على عيل من العيال اللي في المقابر واديته فلوس علشان يجيب اكل وعصير. مشي العيل علشان يجيب الحاجة، وبعد شوية جه خليته ياكل ويشرب العصير، وبعد ما التهم كل الاكل لقيته بيقولي هي لو ما كانتش مشيت وسابتني ما كنتش عملت كده، هي اللي اضطرتني اعمل كده. سألته ساعتها وقلت له هي مشيت فين؟ لقيته نط من مكانه ومسك ايدي جامد قوي وخلاني اقوم من مكاني، وقف قصادي واداني ظهره، فارد ايديه الاتنين كأنه بيحميني من شيء مجهول، شيء واقف قصاد مني، وقعد يزعق للمجهول ويقول ابعدي عنه، هو ما اذاكيش في حاجة، هو ما اذاكيش يبقى ما تأذيهوش. بعدها بدأ يرش بالإزازة اللي معاه في الهوا، بيرش في كل مكان. شوية وهدي تاني، ولقيته لوحده جه قعد جنبي وبدأ يقول لي لو حكيت لك هتصدقني ولا هتعمل زيهم وتحدفني بالطوب والرملة؟ قلت له لا، احكي وانا هصدقك. لقيته بيقول لي بس مش هنا، ما ينفعش احكي هنا، هنا هتسمعنا، ولو سمعتني هتبعت لي العفاريت بتوعها، هتجلدني وجسمي هيوجعني. قال كده وراح معري ظهره. شفت آثار كدمات وخرابيش جامدة قوي، غير علامة كبيرة في ظهره محمرة جدا كأنها آثار ضرب الكرباج. ساعتها خدته معايا البيت، حاولت معاه انه يدخل الحمام علشان ينظف نفسه، لكنه رفض رفض شديد. ساعتها قررت ان اسيبه على راحته. بعد ما خلص اكل قلت له احكيلي بقى، احكيلي زي ما اتفقنا. لقيته بيبصلي شوية كده وبيبحلق لي وبدأ يحكي. بيقول من زمان قوي كان في بنت اسمها فاطمة. البنت دي كانت جميلة قوي، اول ما عيني وقعت عليها حبيتها جدا. جت هي وابوها وامها يسكنوا عندنا في شقة فاضية في بيتنا. من اول يوم شفتها سحرتني، حبيتها قوي. بحكم الجيرة كانت امها بتيجي تقعد مع امي لما فاطمة بتبقى في الكلية وابوها في الشغل، وطبعا كنت بختلس النظر لعينيها. امي لاحظت كذا مرة وكانت بتقولي عيب، احنا جيران. ما استحملتش افضل اسرق النظر، قررت ان اتقرب منها اكتر. ويوم كانت بتشتري طلبات من السوق، كنت قاصد ان انا امشي وراها للسوق واعمل نفسي بشتري اي حاجة، وانا واقف عرفت ان فلوسها ما كانتش مكملة. استغليت الموقف ده ورحت للخضري ودفعت له الفلوس. في البداية هي كانت رافضة، انما لما قلت لها عيب احنا جيران وممكن تديلي الفلوس دي لما تروحي، وافقت. كل مرة كنت بعمل كده علشان اتقرب لها اكتر، لحد ما هي جت وعرفتني انها ملاحظة ان انا براقبها. ما استحملتش اخبي مشاعري جوايا اكتر من كده، واعترفت لها اني معجب بيها، وعرفتها كمان ان انا قاصد خير، مش جاي اهزر ولا العب. في الوقت ده هي صدتني، لكن انا ما وقفتش. انا قلت لابويا على البنت واني عايزة اتجوزها، وقلت له كمان انه يكلم ابوها بحكم ان هم اصحاب وبيقعدوا كتير مع بعض على القهوة. ابويا في الاول رفض، لكن بعد محايلات مني كتير وافق وكلم ابوها. وفي يوم جه ابويا وقال لي ان ابوها ما عندوش مانع، وقال له كمان انه هيشوف البنت وهيرد عليا. بعد كام يوم عرفت الرد، وعرفت كمان انها موافقة. ساعتها كنت طاير من الفرحة،
ورحت مع ابويا وامي علشان نتقدم لها. شرطها انها كانت تكمل دراستها، يعني بعد 2 بالظبط نتجوز. اتخطبنا ومرت السنتين لحد ما خلصت الكلية بتاعتها. الفرح كان فاضله شهر. رحت انا وهي علشان نختار فستان الفرح، وعجبها فستان وكانت فرحانة بيه قوي. حجزته لها. مشينا واحنا في قمة الفرح. وقفت عربيتي قدام محل عصير ورحت اجيب لها العصير رجعت ملقتش العربية ما كانتش موجودة مكان ما سبتها. في ناس كتير ملمومة ناحية مكان عندنا. المكان ده فيه ترعة كبيرة جنب الطريق، والعربية كنت راكنها جنب المكان ده. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل، بس لما قربت لقيت العربية في وسط المية. اتجنيت، ما صدقتش نفسي. جريت علشان الحقها، لقيت الناس بيمسكوني وبيمنعوني ان انا انزل. جم غواصين ونزلوا وطلعوا العربية وقلبوا الدنيا على فاطمة لحد ما لقوها وخرجوها. بصيت لها، وشها كان ابيض قوي، مفهوش نقطة دم واحدة. العروق بارزة على وشها، فقد النفس. ماتت وسابتني. ما استحملتش بعدها عني. كنا هنتجوز، بس سابتني ومشيت. كنت مجنون، ما كنتش بفكر غير اني عايز ارجعها وبس. بس ارجعها ازاي؟ وساعتها حد دلني على السكة. رحت دجال في قرية جنبنا. رحت له وقلت له انا عاوز ارجعها، اتصرف، قول لي اي طريقة ارجع حبيبتي ليا تاني. وساعتها قال لي على الطريقة. عطاني كتاب، وعند صفحة معينة فتحها، قطع الورقة ومدلي ايده وقال لي هتروح لقبرها النهاردة، تخرجها وتنفذ اللي مكتوب، هترجع لك. وما تنساش تجيب كلب وتأكله قلبها وتقرا المكتوب في الورقة. زي المجنون مشيت من عنده. ركبت عربية كنت مأجرها ورحت على قبرها الساعة 12 بالليل. فتحته بسرعة قبل ما حد ما يشوفني. نزلت القبر، لقيت جثتها اللي متكفنة قدامي. طلعتها من غير أي تفكير، حطيتها في شنطة العربية وجريت. ورحت عند شقة واحد زميلي. الشقة دي كانت فاضية باستمرار، كان سايب لي المفتاح بتاعها لأنه مسافر وملوش حد. كنت لما ببقى متضايق أو مخنوق من بيتنا بروح الشقة دي أقعد فيها كام يوم لحد ما أهدى وارجع تاني. نزلت من العربية، بصيت حواليا علشان أتأكد إن مفيش حد في الشارع، وبعد ما اتأكدت خرجتها من شنطة العربية وجريت على الشقة. فتحت الشقة ودخلت بسرعة، حطيتها على الأرض في الصالة، وكنت جايب كلب معايا. الكلب ده كنت مخبيه في شوال وكاتم بقه علشان ما يخرجش أي صوت واتكشف. خرجت الكلب وشلت الكمامة من على بقه، عريت الكفن وجبت سكينة وجرحت جسمها بالسكينة عند مكان القلب وخرجته. أيوة، خرجت قلبها بإيدي وخليت الكلب ياكل قلبها، وعملت زي ما الدجال قال لي بالظبط. بالسكينة اللي معايا دبحت الكلب وصفيت دمه، وقريت في الورقة كل الكلام اللي كان مكتوب. أنا ما كنتش فاهم منه حرف واحد. وبعد ما خلصت قراية شربت من دم الكلب، وأخدت الجثة ونيمتها على السرير ونمت جنبها. صحيت على صوت فاطمة كانت بتهزني. فتحت عيني لقيتها واقفة جنبي. ايه ده؟ فاطمة؟ لقيتها بتقولي انا جعانة عاوزة اكل. اتنفضت من مكاني وانا في قمة سعادتي وفرحتي. قلت لها فاطمة رجعت تاني، حالا هروح احضرلك اكل. بس ما كنتش عارف هي عايزة تاكل ايه. فاطمة كانت عايزة تاكل قلب بني ادم ميت. هي اللي قالت لي كده بعد ما حضرت لها الاكل ورمته. صرخت فيا، شكلها اتغير خالص، مش هي دي فاطمة اللي انا بحبها. اتحولت قدامي لشطانة. لو فضلت اوصف لك كم البشاعة
وشكلها اللي يشيب، مش هقدر اوصفه. صرخت فيا وقالت عاوزة قلب بني آدم تموته قدامي وتعمل زي ما عملت فيا بالظبط، هتقطع قلبه وتدهوني علشان أكله. رديت عليها بخوف وقلت لها مش هقدر أعمل كده. لقيتها بتقولي بس انت قدرت تخرج قلبي. قلت لها سامحيني، أرجوكي سامحيني. ساعتها مدت ايديها وقالت لي لو ما نفذتش اللي انا قلته هتندم على كل لحظة فكرت فيها انك ترجعني. هجيبهم يجلدوك كل ليلة، هتتعذب لو ما عملتش كده. نطقت بآخر جملة علشان ساعتها الاقي 3 كائنات شكلهم ابشع ما يكون ظهروا من العدم، ضخام طوال قوي ملهمش ملامح. كل كائن فيهم ماسك كرباج اسود طويل. قربوا ناحيتي وفضلوا يضربوني. كنت بصرخ بترجاها تنجدني منهم، تسامحني على اللي انا عملته، بس هي كانت بتضحك. فتحت عيني لقيت نفسي في أوضة ونايم على سرير، جسمي كله بيتألم. عرفت ساعتها ان انا في مستشفى لما الممرضة جت وقالت لي سكان العمارة سمعوا صوت حد بيصرخ في الشقة، ولما فتحوها لقوك مرمي على الأرض، جسمك كله كان بينزف من كتر الضرب. قلت لها وفاطمة وال3 كائنات فين؟ لقيوهم؟ هي جثتها في الشقة صح؟ الممرضة بصت لي وما ردتش عليا. بصت لي بصة فهمتها كويس قوي. هي طبعا بتقول في بالها دلوقتي أكيد أنا مجنون. ساعتها صرخت لأني شفت ال3 كائنات واقفين في الأوضة في المستشفى وماسكين الكرباج، وكانت فاطمة واقفة معاهم. قربت ناحيتي ووطت عليا لحد ما وصلت لودني وهمست لي وقالت أنا عاوزة آكل. صرخت ساعتها بعلو صوتي. شفت الممرضة طلعت تجري وسابت الأوضة. فاطمة بقت تجيلي كل يوم في المستشفى ومعاها الكائنات دي. كنت بتعذب، بتضرب كل ليلة بالكرباج. هربت من المستشفى لأني لازم أروح للدجال، هو الوحيد اللي هيخلصني منها ومن الكائنات دي، هو اللي هيخلصني من عذابي. أول ما الدجال ما شافني وشاف منظري ابتسم لي وقال يبقى ما جبتلهاش القلب، جيب لها القلب أحسن لك. وساعتها فضل يضحك. مسكته من رقبته وفضلت أزعق فيه. قلت له انت لازم تخرجني من العذاب ده، انت خليتني اعمل ايه؟ فهمني. لقيته بيرد بكل برود وهو بيبتسم لي وبيقول انت طلبت حبيبتك ترجع لك وانا خليتها لك ترجع لك. مفيش ميت يا ابني بيرجع تاني للحياة. انت رجعتها، بس دي مش فاطمة، ده حد كده شبهها. انا بنصحك تنفذ لها اللي هي بتطلبه. لو عملت كده هتلاقي جنبك حبيبتك فاطمة، اما بقى لو ما نفذتش هتشوف اللي عمرك ما شفته. سمعت كلامه ودمي فار اكتر. ما حسيتش بنفسي غير وانا عمال اخنق فيه لحد ما مات في ايدي. هو مات وهي ظهرت. فاطمة قلت لها مش انتي عاوزة قلب؟ اهو خديه وسيبيني في حالي بقى. خرجت لها القلب واكلته قدامي، بس هي ما سابتنيش في حالي لانها عاوزة تاني. ما استحملتش، فضلت اهرب من مكان لمكان. شفت الويل، انا مش عايز اقتل وهي مش رحماني. بتعذب بالكرباج كل ليلة من الكائنات ال3. هربت في اماكن كتير وكنت بفكر ان بهروبي هقدر اهرب منها، لكن للأسف معرفتش اهرب. وانا بسمع حكاية المكذوب وانا مش مصدق نفسي، مصدوم، مستحيل ده يكون حقيقي. وفي لحظة لقيت المكذوب نط من مكانه وبدأ يبص ويتلفت حواليه وبعدها يبصلي. خفت من نظراته. قلت له انت بتبصلي كده ليه؟ لقيته رد عليا وقال لي فاطمة هنا وانا مش عاوزك تتأذي مني. قربت منه ومسكت ايده وقلت له انا هعالجك، هوديك لحد يقدر يخلصك من اللي انت فيه.
ما تخافش. لقيته بيرد عليا وبيقولي انا ماليش علاج، علاجي ان انفذ اللي هي بتطلبه بس. نسيت اقول لك حاجة مهمة، انا كذبت عليك. قال لي الجملة دي وعيط. ساعتها قلت له كذبت عليا ازاي؟ لقيته بيقول لي انا بتنقل من قرية للتانية، واللي بيطلب مني احكي له الحكاية لازم يموت. قلت له انت مجنون صح؟ انت كده ملكش علاج. الكلمة دي انا قلتها ولقيت نظراته بدأت تتحول خبث شديد. معرفش جاب سكينة منين وازاي، وفي اقل من الثانية لقيته نط من مكانه ومسكني من رقبتي. قلت له انت هتعمل ايه؟ ما كملتش كلامي علشان يغرز السكينة في بطني وفي صدري بمنتهى الهستيريا. ساعتها انا فضلت صرخت كتير قوي لحد ما جيراني كسروا باب الشقة ودخلوا عليا، مسكوا المجذوب، ودلوقتي هما بينقلوني علشان يدخلوني الإسعاف. أنا بسجل الكلام ده علشان تقريبا هو آخر حاجة هقولها في حياتي. أنا بس عاوز أقولك حاجة واحدة، لو شفت مجذوب في منطقتك حاول تسيطر على فضولك، ما تحاولش تعرف حكايته، لأن النهاية صدقني مش هتكون سعيدة. لو انت معايا لغاية اللحظة دي فحب اقولك ان انا بحييك. ياريت لو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مرة بتشوفني على اليوتيوب ياريت تشترك في القناة وتسيب لي رأيك في تعليق. انا احمد صقر، باي باي.